يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الأعزاء. ما زلنا معكم بفقرات عطر الصباح لهذا اليوم على الموجة 103.5 وصفحة الفيسبوك بوير عربي. معنا عبر الهاتف الآن سيد جوزيف لحدو، الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية وعضو خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا. صباح الخير أستاذ جوزيف. يسعد صباحكم جميعا وجميع المستمعين. أهلا وسهلا بكم في إذاعة بوير بريس. أهلين وسهلين، الله يسلمك، شكرا. كما تعلمون اليوم يدخل الحظر، يوم الأخير حظر التجوال. هل أنتم بصدد تمديد فترة حظر التجوال؟ يعني أنا أعتقد هلا عم يتناقش اليوم، يعني ممكن يصدر قرار بأنه يتمدد ل 21 بالشهر. يعني القرار لسه ما زال القرار، بس يمكن خلال ساعات يصدر. نعم، ما زال قيد النقاش. نعم. حبذا لو تتحدث لنا عن تقييمكم للإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها في منتصف شهر آذار الفائت، وهل كانت في المستوى المطلوب في مناطق شمال وشرق سوريا؟ أولا بالنسبة للإجراءات التي اتخذت، هي بالأصل اتخذت كإجراء احترازي مسبق لكي لا يتم انتشار يعني فيروس كورونا. نعم. وليس لأنه موجود منتشر وعم يعني تم إجراء هذه الإجراءات مثل في كثير دول. يعني انتظرون إلى أن يجتاح الفيروس بين الشعب بعدين. فنحن عملنا إجراء احترازي قبل الانتشار. نحن أول شيء نعتقد بالنسبة للشعب، نحن نشكر الشعب بشكل كبير. نعم. لأنه بالفعل تجاوب مع هذه يعني التعليمات والإجراءات، ويعني ما يعني نفذ عملية الحجر الصحي بشكل جيد. نقدر نقول في مكانات 80%، في مكانات 70%، في مكانات وصلت 90% نعم. تنفيذ الإجراءات. يعني الإجراءات كانت جيدة لهلا. أما بالنسبة لما عملناه نحن، ما نريد نحن نحكي على حالنا، يعني بدنا الشعب يحكي علينا. يعني صار عملية تعقيد لكافة المؤسسات، لكافة المدارس، الجوامع، الكنائس، حتى الشوارع، الحدائق. وصار يعني بالنسبة للإجراءات الصحية كانت يعني تقريبا في كل مجال تعليمات، وفي كل مجال تنفيذ الإجراءات الصحية. نعم. تم تجهيز مراكز صحية في كل المناطق من أجل استقبال إذا في حالات مرضية. تم عمل إجراءات صحية وحجر صحي على المداخل، بحيث أنه من يأتي من شمال سوريا يأتي إلى بلده، فيتم هناك حجره لمدة معينة قبل أن يدخل، وهكذا. يعني حتى في لا سمح الله إذا في وفيات، تم تجهيز قبور عند المداخل لكي يتم دفنهم هناك عند المداخل، لا سمح الله إذا توفى حد. فالإجراءات يعني تقريبا كانت مقبولة، يعني نقدر نقول جيدة إلى مقبولة. بشأن حركة التجارة والمرور في المعابر الحدودية سيد جوزيف، هل هناك أي قرار جديد؟ قرار جديد لا يوجد، نفس القرارات السابقة. يعني مفتوحة للمواد الغذائية والأمور، وفقط للعائدين من أبناء المنطقة. للعائدين يعني في حظر، وفي هناك حجر صحي، وفي مراقبة، وفي تدقيق، وفي فحص والأمور هذه. هل تم تسجيل أي حالات إصابة أو اشتباه في مناطق شمال شرق سوريا إلى اللحظة؟ إلى الآن لم يتم، يعني يوجد اشتباهات بس لم يتم تسجيل حالات، يعني حالات معروفة ملزمة، يعني إنه هي كورونا. ويتم أخذ عينات، ويتم العينات أخذها إلى دمشق عن طريق منظمة الصحة الدولية من أجل التأكد من أنه هذه الحالات سلبية أو إيجابية. نعم. إلى الآن لم تأتينا حالات إيجابية يعني حول هذا الموضوع. أصدرت خلية الأزمة، لكن نحن نتوقع يعني. نعم. تفضلي. تتوقعون وجود حالات ولكن لم تثبت نعم حتى الآن. نتوقع وجود حالات، يعني مو معقول نحن لسنا مفصولين عن العالم ولا في كوكب آخر، حوالينا كله فيه. ولذلك نتوقع أنه في حالات. فنحن أعلنا الحجر الصحي كل هالإجراءات من أجل هالحالات تبقى في مكانها،
ويتم معالجته في مكانه. يعني اذا واحد معه كورونا ببيته بده يتعالج ويتم ويشفى لحاله، واذا ازمت الشغله معه بده يجي للحجر الصحي بالمشافي يعلن عن نفسه يقول انا صار معي كورونا ياتي. نعم. اما في احيانا واحد معه كورونا يقاوم جسمه، نعم. يعني ما بيعلن عن نفسه، هو ما يعرف الاصل، يشفى نتيجه الحجر الصحي والاجراءات، يشفى يعني يتم التخلص من هذه العمليه. نعم. أصدرت خلية بدل ما يعني يؤدي إلى نشره بين 100 واحد أو 200 واحد. نعم. سيد جوزيف، أصدرت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة قرار بشأن توزيع مادة الغاز والخبز على المنازل عن طريق الكومونات والمعتمدين. ما مدى اطلاعكم على تفاصيل هذا القرار، وحبذا لو تتحدث لنا عن آلية تنفيذه؟ بالنسبة لهذا القرار، امبارح كان خلية الأزمة في الجزيرة نعم. عملت جولة، فوجدوا أنه في ازدحام بالفعل على الأفران، وفي ازدحام حتى على في مقرات الكومينات. فتمام، إذا في ازدحام معناتها نحن ما استفدنا من الحجر الصحي. إذا في حدا معه كورونا معناتها عم ينقلها لمئات الناس. ولذلك تم اتخاذ قرار بأنه بالنسبة للغاز الكومينات بيوزعون للبيوت، هن يعرفوا كل واحد مين مسجل على الغاز، فبيوزعوا على البيوت. أما بالنسبة للخبز لا يتم توزيعه عن طريق الأفران، يتم توزيعه عن طريق المعتمدين الموجودين بالحارات يعني. نعم. فكل واحد يروح عند المعتمد ياخذ خبزه. بحسب يعني كل معتمد عنده 200 300 واحد ياخذوا خبز، ما في يعني يتم أخذه خلال فترة عدة ساعات، ما راح يصير ازدحام يعني. نعم. بحسب اطلاعنا وكما ذكرت، هناك عمليات تعقيم اقتصرت على مؤسسات الإدارة الذاتية والمدارس والأسواق العامة والطرق الرئيسية ضمن المدن. برأيك هل هي كافية لدرء خطر الإصابة بفيروس كورونا، وهل سيكون هناك استمرارية لعمليات التعقيم؟ يوجد استمرارية لعمليات التعقيم مستمرة هي، وخاصة في المحلات وفي الإدارات. يعني الإدارات عندما تأتي للعمل في حاليا إدارات عم يعني شغالة، فعملية التعقيم تظل مستمرة بشكل دائم بعد انتهاء عملية الحجر الصحي. في المؤسسات بده يكون أمام كل مؤسسة مواد تعقيم، كل واحد يدخل المؤسسة يعقم، يخرج يعقم، الموظفين الكل. فعملية تعقيم عملية مستمرة. أما عن موضوع هل عملية التعقيم التي حصلت كافية، يعني الكثير يقولون بالأصل كانت زائدة، زيادة عن المطلوب يعني. بس لكن نحن لا نقول كانت زائدة، نحن نقول كانت مطلوبة، ونحن أجرينا كل هذه عمليات التعقيم حتى على كل المدارس، على كل الأماكن تم تعقيمها. هل يوجد بينكم كخلية أزمة في شمال وشرق سوريا وبين المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية أي تنسيق بشأن الإجراءات الاحترازية؟ يوجد تنسيق ويوجد اجتماعات مع منظمة الصحة العالمية، ممثلين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المهتمة بالصحة وبهذا الشأن بشكل دائم ومنذ قبل إجراء الحظر الصحي ويوجد تشاور معهم في الأمور، ويوجد طلب مساعدات منهم، وخاصة المساعدات بالكمامات وخاصة وأجهزة التنفس والأجهزة الصحية وجهاز كشف عن فيروس كورونا. لأن هذا الجهاز لا يوجد حاليا في شمال شرق سوريا، موجود في دمشق فقط في سوريا. ولذلك نحن مضطرين نبعث العينات عن طريق منظمة الصحة العالمية إلى دمشق من أجل الفحص. عندما يأتي هذا الجهاز فنحن نتمكن من فحص العينات عندنا بالقامة. نعم. سيد جوزيف، نفت خلية الأزمة وخلال تصريحات صحفية سابقة عدم وجود أي تنسيق أو تواصل بينكم وبين الحكومة السورية بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا. هل من جديد في هذا الشأن؟ لا يوجد جديد في هذا الشأن، يعني لا يوجد تنسيق، لكن تنسيق بمعنى يعني لكن لا يوجد طلب مساعدات من طرف إلى آخر كمان. يعني ما حد من الأطراف طلب من آخر مساعدة، لكن يوجد تواكب مثل ما نقول.
نعم. كمان الدولة عندنا عاملة إجراءات وعاملة حجر وعاملة كذا في مناطق. نعم. أستاذ نعم. جوزيف، شكرا لوقتكم، شكرا لانضمامكم إلينا اليوم في إذاعة بوير اف ام. شكرا لكم كمان لاهتمامكم، لأنه اهتمامكم الإعلامي له دور كبير في نجاح العملية، وشكرا لكم تمام. شكرا جزيلا ويسعد صباحك.